إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منه بدا النور ونور طه رسول الله جلاله. من وصايا الرسول، برنامج يعده ويقدمه محمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. إخوة الإيمان، روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إخوة الإيمان والإسلام، حول الوصية في هذا الحديث النبوي الشريف يحدثنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور رضا زكريا محمد عبد الله، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الفضلاء، هذه وصية جليلة من جواهر كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، تجعل العامل بها أعبد الناس وأغنى الناس، وتجمع له بين الإسلام والإيمان. بدأها صلى الله عليه وآله وسلم بسؤال أصحابه حتى تقع الوصية منهم أحسن موقع: من يعمل بهذه الوصية أو يعلم أحدا يعمل بها؟ فالعمل هو ثمرة العلم، أما العلم بلا عمل فكشجرة بلا ثمر، وسحاب بلا مطر، وقوس بلا وتر، ولحم بلا دسم. وهذا وبال على صاحبه، لأن العلم الشرعي يتعلم للعمل به، لا لمجرد العلم النظري الذي يوضع في الدماغ للثقافة فحسب. فتسابق أحفظ الصحابة